في شارع هادي من شوارع القاهرة القديمة. كان دايماً في كافيه صغير جنب محل عطور قديم، وكل يوم الساعة 6 صباحاً المغرب كانت بتعدي من هناك. الناس كانت بتسميها اللي اسمها ليل. ليه؟ محدش يعرف، لأن ما فيش حد سمع صوتها ولا شافها بتتكلم، بس كانت كل يوم تمشي بنفس الخطوات. شعرها منسدل على جنب، لبسها بسيط جدا، لكن فيه أناقة، فيها وقار، فيها كبرياء هادي بيخلي العيون ما تعرفش تبص في حتة تانية. الرجالة الرجالة كانت بتتلخبط لما تشوفها، مش علشان جسمها أو لبسها، لا، علشان الهالة اللي حواليها، الهدوء اللي بيسبق خطواتها، الريحة اللي كانت بتمشي وراها، ريحة ياسمين مخلوطة بحاجة مش مفهومة. فيه واحد اسمه كريم، كان بيشتغل في محل العطور اللي جنب الكافية. كان أول ما تشوفها عينه تزوغ، قلبه يدق، بس عمره ما قدر يكلمها ولا حتى يقول مساء الخير. كل اللي قدر يعمله إنه يجهز لها زجاجة صغيرة كل أسبوع، يكتب عليها ليلي اسمها ليل، ويحطها قدام الباب. هي كانت بتأخذها كل مرة، من غير ما تقول كلمة، من غير ما تبص وراه. بس في مرة ساب له ورقة صغيرة مكتوب فيه حاجات مش لازم تطقر، بتتحس، وساعتها بيبقى كفاية. ومن يومها كريم ما بقوش يجهز العطر، بقي يجهز لنفسه، يقعد كل يوم